مش عارف يجي منين ولا يروح فين. ده حتى يوم القبض يا اخي الناس بتعاني. يوم القبض تروح تقبض من على المكنه ما تلاقيش فيها فلوس، بعد ما توقف وتحط الفيزا ما تلاقيش فلوس في المكنه. طب ده احنا في اول الشهر. طب انتوا يا بتوع البنوك هتحطوا فلوس امتى في المكنه؟ لما انا احط فيزا ما الاقيش فلوس، اجيلكم امتى طب الاقي فيها؟ طب سبت المكنه دي ورحت المكنه تاني، الاقيها خارج نطاق الخدمه. طب انا ما بتصلش حتى بفودافون ولا اتصالات تقول لي خارج نطاق الخدمه يا اخويا. مالها المكنه عطلانه ليه يا اخويا؟ طيب تروح يا اخويا المكنه تاني تلاقي الزراير بتاعتها كلها بايظه، والناس حافظه خلي بالكوا ارقام الزراير. يقول لك لو وقفت على المكنه دي زرار رقم 7 مش شغال، لو الفلوس بتاعتك فيها 7 ولا الرقم السري ما توقفش عليها. طب يا اخويا احنا عارفين الزراير اللي بايظه، وبتوع البنوك بتوع الصيانه مش عارفين. تروح لمكنه تاني ما تلاقيش فيها فكه، كلها ميتينات. تقعد تدور على مكنه فيها 50 جنيه ولا 100 جنيه حتى ما تلاقيش، تسيبهم على الفيزا يغوروا في داهيه. طب راحوا فين الفلوس اللي كانت على الفيزا اللي ما خدتهاش؟ يقول لك حنبلاص. واخيرا يا اخويا تروح على مكنه تاني تحط الفيزا تلاقي الفيزا اتبلعت. طب ده انا ما جبطتش، هنقعد نجيب فلوس منين احنا دلوقتي الفيزا اللي اتبلعت دي يا اخويا؟ ده مرار يا اخويا ومتشال على جرار.